السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة طالع اتكلم عن حاجتين مهمة. أول حاجة امتحان الكيمياء، وتاني حاجة اتكلم عليها امتحان الإنجليزي وهنعمل فيه ايه وهكذا. بس قبل ما أبدأ أنا عايز بس أدي يعني وقت كافي أتكلم عن امتحان الكيمياء. الكلام ده موجه بالأخص لأولياء الأمور. بقى سهل علينا إن ولادنا وإخواتنا وصحابنا يطلعوا من كل امتحان معيطين. مالك يا ابني؟ أصلا أنا محلتش أي حاجة. ليه؟ مش أنت مذاكر من أول السنة والدنيا معاك كويسة؟ الامتحان جاي صعب. يعني طب الامتحان العربي جاي صعب، طب الكيمياء جاي صعب برضه؟ جاي صعب برضه. الوقت مش كافي لأي أسئلة، والأسئلة كلها يعني مستوى اللي هو الأسئلة المتوسطة والأسئلة السهلة متعدش على الصعوبة. الامتحان كله جاي صعب. بقينا سهل علينا إن احنا نكسر اللي نفسه يسعى ونفسه ينجح. بقى سهل علينا نكسره أوي. بقى سهل إن احنا أي طالب نفسه يكون حاجة نكسره ونحبطه ونضيعه نفقده الأمل ونخلي أهله تعبانين ونخليه هو تعبان. بقى سهل علينا أوي. أنا ليا أخت في ثانوية عامة، كل ما يجي امتحان مالك يا بنتي؟ حزينة وزعلانة وأوقات كتير بتعيط. طب ليه؟ أصل أنا شايف إن أحلامنا بتضيع قدامنا وإحنا واقفين. بره بينجحوا الفاشل، بس بيجي هنا عندنا إحنا اللي نفسه ينجح لا تعالى بقى نضيعه. مين بقى هنا فاشل؟ تعالى ناخد الفاشل بقى نعظمه ونبرزه ونشوفه إن هو أحسن حد في الدنيا، وكل الطلبة اللي أهلية تعبانة معاه من أول السنة حلمها تضيع. طب ده ليه؟ عشان ناس لا بتراعي ربنا، ولا شايفين الاهالي تعبانين ازاي، ولا شايفين الناس اللي نفسها ولادها تبقى حاجه ازاي، ولا شايفين اي حاجه. اهم حاجه خلصوا يا ولاد، واللي يقدر يخش كليه خاصه او جامعه اهليه يخش، وانتوا بقى خشوا تجاره ما تخشوش خالص. ده يبقى افيد للدوله. بصراحه بقى النظام صعب قوي. يعني انا بقول بس كلمه: عند ربنا تجتمع الخصوم. والله العظيم عند ربنا تجتمع الخصوم. احلام كتير بتضيع وناس كتير شقيانه على اولادها. انا بشوف امي بعد كل امتحان. انا في كليه تمريض، اختي ذاكرت اكتر مني. مش طبيعي بعد كل امتحان تطلع معيطه. هو مش طبيعي، يعني مش طبيعي. نظره امي لكل امتحان وكل بنتها والضغط يعلى عليها وتزعل. مش طبيعي. حرام، اقسم بالله حرام. طب انا ساعتها كان الامتحانات صعبه قوي، بس انا كنت بحاول وبعافر. في ناس كتيره دلوقتي الامتحان بتبقى اصعب وهي مش قادره تعافر، مش قادره تسعى. يعني حرام، اقسم بالله يعني حرام. مصاريف كتير واحلام كتير بتضيع وناس كتير. عارف انا اكتر حاجه انا عشتها ان اللي بيخش الثانويه حاجه واللي بيطلع من الثانويه حاجه تانية. اللي بيخشها انسان واللي بيطلع منها مريض نفسي. حرام والله العظيم، حرام اللي بتعمله في الطلبه. اقسم بالله حرام، حرام اقسم بالله حرام ان بنت تقعد ليل ونهار تذاكر وتيجي الامتحانات معيطه. طب ليه؟ طب ما بصيتوش للاهالي؟ طيب ما بتبصوش لاي حد خالص. المهم بقى احنا ما عندناش حاجه، او عند الله تجتمع الخصوم. ما عندناش بقى حاجه غير ان احنا نركز على الانجليزي الجاي. ده اللي احنا عندنا. احنا عندنا الامتحان الخميس والجمعه، الايام اللي باقيه قدامنا خميس وجمعه وسبت. الخميس يعتبر انت هتيجي دلوقتي تبقى تعبان لو هتنام شويه ولا تصحى، ويعتبر بيلك يجي نص يوم. وعندك الجمعه وعندك السبت. النهارده باذن الله هنذاكر من عند مستر احمد طارق، ومنزل فيديوهات للجرامر والوردس اللي هي الكلمات والسكيلز والستوري القصه. تعالى بقى نقسمهم، اعمل لك بلان يا رب تساعدك ويا رب تفيدك. هو مستر منزل فيديو للجرامر مدته 8 ساعات، تمام، ومنزل فيديو للكلمات مدتها 3 ساعات و11 دقيقة، ومنزل فيديو للسكيلز مدته ساعة و40 دقيقة، ومنزل فيديو للستوري مدتها ساعتين. طيب احنا يعتبر قدامنا يومين ونص بس، فانا مقسمهم لك ان اليوم يعتبر نقسمه جزئين. يعني اليوم نقسمه 12 ساعة و12 ساعة، لان كل ساعة احنا بجد عايزين نعمل فيها اللي نقدر عليه.
بقى من مذاكرة وحل. فأول 12 ساعة دول اللي هو النهاردة بتاع الخميس، أنا عايزك بس تخلص لي فيهم 4 يونتات. أنا عاملها بلان وهتلاقيها ظاهرة قدامك على الشاشة. عايزك تخلص لي فيه 4 يونتات، تخلص لي 4 يونتات بالكلمات بالجرامر. انت هتسمع الفيديو بتاع الجرامر كام اللي هو 8 ساعات، هتاخد منهم يونتين. بعد كده تروح تذاكر الكلمات من الفيديو بتاع الوردز كلمات. بعد كده وانت كده بتذاكر من الفيديو بتاع الجرامر بتاخد منه اول وحدتين، وبعد كده تروح للفيديو بتاع الكلمات تاخد منه اول وحدتين يونتين، وتقعد بقى ايه تقعد تذاكرهم كويس وتحفظ الكلمات كويس وتكتب الجرامر. يا ريت تكتب القواعد بايدك. وتخلص كده تروح تحل معاك انت الكتاب، حل مع نفسك. عايز تكون احسن روح حل مع مدرس بيحل على اليوتيوب من الكتاب اللي انت بتذاكر منه او بتحل منه. دي تبقى تاخد اول يونتين، بعد كده تستريح شويه وتحل. بعد كده تروح تتجه تاخد تاني يونتين. يبقى احنا اول يوم النهارده باذن الله هنحاول احنا نخلص على قد ما نقدر 4 يونتات. انا عارف ان النفسيه صعبه شويه، بس يا ريت انا غصب عني اقول لك ارمي كل حاجه، لان انت حاول بس تطلع كويس من السنه دي، حاول تطلع كويس. فيبقى اول 4 يونتات. يبقى النهارده الخميس عندنا 4 يونتات، يونتين. اول ما تيجي كده تستريح تيجي تبدا مذاكره تخلص يونتين، تروح تسمع الفيديو بتاع الجرامر تاخد يونتين، تروح تسمع الفيديو بتاع الكلمات تحفظ الكلمات بتاعت اليونتين دول. بعد كده تخلص تستريح تروح تحل يا اما مع نفسك من الكتاب اللي معاك، يا اما من خلال الكتاب اللي معاك تشوف مدرس، نشوف مستر بيحل على اليوتيوب. ثانية بس. وبعد كده نتجه ان احنا تاني يوم اللي هو يوم الجمعة بإذن الله برضو هناخد يونتين الصبح ويونتين بالليل. برضو كده احنا خدنا 4 يونتات. يونتين الصبح هناخد برضو نروح ليونت 3 4 نحفظ الكلمات بتاعتهم من خلال الفيديو بتاع الكلمات، ونروح للفيديو بتاع الجرامر بتاع مستر احمد طارق. انا بقول مستر احمد طارق لان انا مجربه كشخصيا، وبسم الله ما شاء الله عليه شاطر خالص، واسئلته اسئله كتير قوي كان جايه في الامتحانات بتاعتنا احنا، وبيحل على كل حاجه كويس يعني، بيدي كل الافكار وكل التريكات اللي انت ممكن تكون محتاجها. يبقى الصبح ناخد يونتين وبالليل ياخد يونتين، يبقى كده خدنا 4 يونتات. يبقى اول يوم اللي هو النهارده خدنا 4 يونتات، وبكره 4 يونتات بالجرامر والكلمات بتاعتهم، وبرده يوم باذن الله اللي هو اخر يوم السبت 4 يونتات. انا كده بخليك تقسم براحتك عشان تروح تحل، عشان تروح تحفظ كويس. يعني انا مش عايز اقول لك خد دشه مره واحده ال 12 يونت مع بعض بكلماتهم، لا مش عايز كده. عايز النهارده تاخد 4 يونتات، وبكره 4 يونتات، ويوم السبت 4 يونتات، يبقى انت كده خلصت ال 12 يونت وبراحتك وماشي براحتك. انا عايزك تمشي خطوه خطوه. يبقى النهارده 4 يونتات، اول ما تصحى يعني انت لو تنام شويه ولا هتهدى شويه، او انت مثلا لو تعبان شويه حاول تهدى، تبدا تاخد يونتين احفظ كلماتهم من الفيديو بتاع الكلمات. بعد كده تروح تحفظ تروح تذاكر الجرامر بتاعهم من خلال الفيديو بتاع شرح الجرامر. تاني يوم تصحى تاخد اللي هو اليونت 3 4 تحفظهم كويس من فيديو الكلمات. بعد كده تروح تتجه للفيديو بتاع الجرامر تذاكرهم كويس معاه. بعد كده بالليل يعني انت ده الصبح اما تصحى، وبالليل بقى برضه وهكذا تاخد يونتين اللي هم 5 6، وبعد كده تحفظ الكلمات بتاعتهم. بعد كده تروح تتجه للفيديو بتاع الجرامر تذاكر اليونتين دول من خلال فيديو جرامر. طيب يا احمد احنا كده عندنا سكيلز، عندنا فيديو 47 دقيقه سكيلز هناخده في اول يوم، ونروح نحل على السكيلز عشان هي بتيجي قوي. نروح نحل على السكيلز. تاني يوم اللي هو الاخر يوم اللي هو يوم السبت برضه هناخد الفيديو بتاع الستوري اللي هو ساعتين. انا بحاول اجزأ لك الدنيا عشان يبقى الدنيا معاك سهله، والخطه دي باذن الله تبقى يعني كويسه معاك. المستر احمد طارق هو مستر كويس. انا بحاول اجيب لك انا مستر كويس بصراحه، انا بواثق فيه قوي، وفيديوهات كلها هتلاقيها في بلاي ليست جايبها لك هنا، وهتلاقيها برضه في الوصف. ويا ريت انا اطلب منكم طلب ان انتوا كل الطاقه السلبيه حاولوا تطلعوها في الكومنتات، يعني كل اللي انتوا حاسينه حاولوا تطلعوه في الكومنتات، عشان لما تيجوا تذاكروا ما تحسوش ان انتوا جواكم حاجه ومنعكم من المذاكره، او انتوا بتفكروا كتير ومش عارفين تذاكروا. فاتمنى من ربنا عز وجل ان هو يوفقكم، ان هو يقويكم، ان هو يرزقكم مكانه كويسه وحته كويسه تروحوها، يعني كليه كويسه باذن الله تدخلوها، وعسى تكرهوا شيئا هو خير لكم، وباذن الله ربنا هيكرمكم، باذن الله ربنا هيكرمكم، لان ربنا ما بيحبش الظلم.
يا ريت بس تعملوا لايك وسبسكرايب، وتحاولوا كل صحابكم تبعتوهم الفيديو دول، عشان في ناس كتيرة تبقى منهارة وفي ناس كتيرة تبقى محتاجة للإنجليزي، فانتوا دال على خير فاعله، فيا ريت تساعدوني. بس والله مش طالب منكم ريتش ولا أي حاجة، بس أنا نفسي بس الفيديو أكتر ناس محتاجات تشوفه بس. بتمنى من ربنا إن هو يوفقكم بإذن الله. مع السلامة.